السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. معكم مريم من مريم سكيتشن. نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو اليوم جيت نشارك معكم الكنافه بالقشطه او القشطه الكذابه. الكنافه تحليه تجي لذيذه بزاف، طريقه سهله ومبسطه، مكونات بسيطه، طريقه سهله باش تتصيب وتتقام علينا ارخص بزاف من اللي تنشريوها جاهزه، ما فيها لا اضافات لا ملونات لا حتى شي حاجه. بقاو معايا نشوفوا المكونات اللي غادي نحتاجو والطريقه باش نصايبوا الكنافه ديالنا. اول مرحله في الكنافه غادي نصايبوا القطر، ضروري من القطر باش كتسقى به الكنافه ديالنا. استعملت هنا كاس ونص ديال السكر، كيسان ديال العنبه، مع كاس ونص ديال الماء. اللي بغى الكنافه اسمحوا لي، اللي بغى القطر يكون شويه عاقد تنديروا نصف الكميه ديال الماء. مثلا 2 كيسان ديال السكر غنديروا كاس ديال الماء. بغينا تكون يعني هي هذيك متوسطه تنديروا نفس الكميه، يعني تبقى اختياري داكشي اللي بغينا حنا. انا درت كاس ونص ديال السكر مع كاس ونص ديال الماء. صافي غادي نحركها شويه حتى كيبدا يذوب السكر، وكنحطها فوق البوطه حتى كتبدا تغلى واحد شويه. غادي ندوزو العجين ديال الكنافه ديالنا. عندي هنا 450 غرام ديال العجين ديال الكنافه، تنشريها جاهزه. غادي نقطعها. بالنسبه للتقطيع تيبقى اختياري، كاين اللي تيبغي يقطعها رقيقه، كاين اللي بغى يخليها يعني كبيبره شويه طرطفات باينين، اولا تخليها غير كما هي، تتحلها مزيان تتشعككها تتكون شاده في بعضها، تتحلها مزيان وتخدم بها. ممكن ما درتي ليها مزيان. كاين اللي تيديرها في الطحانه ديال الضو باش تطحن، كاين اللي تبغيها تكون رقيقه. المهم كل واحد كيفاش بغاها وكيف ما درتيها تجي مزيانه. انا قطعتها تقريبا واحد نص سنتيم، تنبقى نقطع وانا تنفك لان تيكونوا شي شعيرات لاصقين على بعضياتهم. ومن الاحسن الكنافه ما نخدموش بها يعني كيف جبدناها من المجمد، تنخليوها تبات في الثلاجه، ولا غد لي تنجبدوها واحد ساعه ولا ساعتين تكون محطوطه على برا، عاد تنخدموا بها تلقاوها رطبه ومساهله، ما تتكسر معنا، ما تتعذبك في التقطاع ما والو، بالعكس تكون سهله. صافي تبقاو غادي حتى كنكملوا نقطعوا الكميه اللي عندنا كامله وتنبقاو نفكوها. عندي هنا القطر ديالي كما تشوفوا، من بعد ما بدا يغلى ضفت عليه تقريبا واحد 3 القطرات ديال العصير ديال الحامض اولا ماء الزهر اللي بغينا واللي موجود عندنا. صافي من بعد ما درت الحامض طاحونا واحد العظيمات، المهم من بعد نحيدهم بالصفايه، تنخليه يطبخ في المجموع كامل، تاخذ 5 ديال الدقائق صافي تيكون القطر ديالنا واجد، وتنحيدهم فوق البوطه. عندنا هنا العجين ديال الكنافه ديالنا. من بعد ما حليناها مزيان غادي نضيف هنا 2 معالق كبار ديال السكر الثقيل. ماشي ضروري السكر ثقيل لان مازال غادي نسقيوها بالقطر من بعد. على داكشي انا درت غير كاس ونص ديال السكر، ما درتش 2 كيسان. السكر هنا باش تعطينا اللون، يعني هما في المحلات التجاريه اللي تصايبوا الكنافه تضيفوا ملون للزبده باش كتعطي هذاك اللون المذهب. حنا ما غاديش نضيفوا ملون، غادي نديروا السكر مع الزبده ملي غادي يدخل الفران وغادي يتحمر كيعطي هذاك اللون المذهب اللي تيجي زوين بزاف. صافي غادي نضيف الزبده. بالنسبه للزبده عندي 300 غرام ديال الزبده اللي تندوبها، يعني كنديروها الذوب حتى كتذوب لينا الزبده كامله، وتنقتلوا عليها البوطه وكنخليوها فوق البوطه حتى كتفقد الماء والحليب اللي تيكون فيها بصفه نهائيه، لدرجه ان خصك تشوف القاع ديال الاناء اللي درت فيه الزبده، مثلا في الطنجره ولا شي حاجه، ملي تطلي تيبان لك القاع ولا تيبان اذا راه ما بقاش فيها الماء وما بقاش فيها الحليب. ضروري الزبده خصها تتصفى مزيان. صافي تنبقى نضيف الزبده وانا كنبسبس في الكنافه، يعني خصها ما تبقى حتى شعيره ما وصلش ليها الزبده. يعني السر ديال الكنافه هو الزبده، تكون شاربه الزبده مزيان، هي اللي تعطي هذاك التقرميشه وداك اللون المذهب، وحتى اكيد حتى البنه في المذاق، وخصوصا ان تكون الزبده حيوانيه هي اللي كتعطينا البنه في المذاق. صافي تبقاو غادي من نفس الطريقه حتى نكملوا الزبده. كما قلت لكم الزبده استعملت 300 غرام ديال الزبده بالنسبه ل 450 غرام ديال العجين ديال الكنافه، يعني لا نقصنا او لا زدنا تنزيدوا الكميه ديال الزبده كل ما كانت يعني شاربه الزبده مزيان تتكون الكنافه مزيانه، ما نخافوش منها. من بعد ما بسبسنا العجين ديال الكنافه مزيان تنجيبوا القالب اللي غادي نديروا فيه الكنافه ديالنا، تندهنوه بالزبده مزيان، وضروري نتاكدوا ان القالب ما يكونش كيلصق لينا. انا استعملت هنا قالب مربع فيه 23 على 23، نقدروا نستعملوا دائري او لا قالب بغينا. والصراحه انا جاتني هنا كميه كبيره، يعني من الاحسن نستعملوا قالب يكون كبر شويه من هذا. صافي تنبدا ندير نصف الكميه ديال الكنافه في القاع ديال القالب ديالي، وانا تنقاد يعني يكون واصل، تكون مقاده، يعني جهه ما تكونش جهه اعلى من جهه، تنبقى نقاد شويه بشويه ومن بعد عاد غادي نضغط عليها. الكنافه ملي تمشيو نشريوها من المحلات التجاريه غاليه،
وتتبان لينا اللي صعيبه، ويعني تاخذ لينا وقت. والله ما صعيبه، بالعكس سهله وما تاخذش وقت بزاف. لما كانش عندك شي حاجه اخرى مشغلك بزاف، راه الا درتي بالك معايا راه داغيا تتوجديها تقريبا ساعه ولا ساعه ونص، راه غادي تكوني موجداها، وتتقام ارخص بزاف من انك تشريها تشري. يعني الثمن باش تتقام عليك في الدار يمكن مضروب على 3 باش تشريها من محل تجاري. والمحلات التجاريه كلهم تيكونوا ضايفين فيهم الملونات او لا يعني مواد اضافيه اللي حنا من الاحسن نتفاداوها. صافي كما تشوف معايا، من بعد ما كنقاد القالب مزيان تنخلي دائما واحد تقريبا سنتيم في الجناب، لان ما خصناش الكريمه ديالنا اولا القشطه ديالنا تخرج برا باش ما تحرقش. تنضغطو، وإلا بان لينا شي فراغ تنعمرو هكا بالشعيرات ديال الكنافه، ونقادو الجناب ديالها مزيان صافي، ونمشيو نوجدو القشطه ديالنا. بالنسبه للقشطه استعملت هنا 2 كيسان ديال الحليب، كل كاس فيه 220 ملل، يعني 440 ملل ديال الحليب، يكون بارد ضروري من الحليب بارد. وغادي نضيف معاه 4 ديال المعالق ديال النشا. في كل كاس ديال الحليب تنديروا 2 معالق ديال النشا. ضروري ما يكون الحليب بارد. الحليب بارد تيسهل ان النشا تيذوب بسرعه مع الحليب وما تيتكور ما والو. تنبدا نحرك مزيان حتى كتذوب ليا النشا مع الحليب مزيان. حتى ما يبقاش يبان ليا كويرات ولا شي حاجه كاينه في الحليب. غادي نضيف عليها 200 ملل ديال القشطه، اي قشطه بغينا، اولا نقدروا نستعملوا جبن كريمي المهم اللي موجود عندنا في الدار، اولا ما نستعملوش يعني ماشي ضروري، ولكن من الاحسن تنزيدوها يعني بحال كيزيد كيعطيها بنه اكثر، وحتى القوام ديالها تيولي كريمي اكثر. ضفت هنا واحد نص معلقه ديال سكر فانيلا، سكر من السبنه كاد الفانيلا صافي. وتنحط هذا القشطه ديالي فوق البوطه، بقات تحرك ما تنحيدش يدي عليها باش ما تلصقش، حتى كما كتشوفوا كيبداو يبانوا لي هذوك الفقاعات. صافي كنعرف بلي الكريمه ديالي واجده واختارت كما تشوفوا. صافي تنطفي عليها البوطه ونحيدها. تنجيبوا الكنافه ديالنا اللي اكيد من بعد ما درنا في القالب تنغطيوها بالبلاستيك الغذائي على ما نحتاجوها، لان تتنشف ما خصناش نخليوها عريانه. ما كنتش بينت هذه المرحله ولكن انا غطيتها حتى الوقيته اللي بغيتها. تنجيبوا الكريمه ديالنا هكاك مازال سخونه وتنوضعوها في فوق الكنافه، غير تنوضعوها غير في الوسط. تنحاولوا نقادوها مزيان وبلا ما نوصلوها للجناب، لان الا خرجت غادي تحرق. تنخليوها يعني تنخلي واحد تقريبا 1 2 سنتيم لداخل. تنحاولوا نقادوها مزيان، وغادي نتسنى عليها غير واحد 3 حتى 4 ديال الدقائق حتى كتبدا تعقد شويه. عاد غادي عاد تنضيف عليها الكميه اللي بقات ليا من الكنافه، باش مني كتعقد شويه مني نبدا نضيف عليها ونضغط ما تدخلش فيها العجين ديال الكنافه، يعني كتكون بحال قصحت شويه شدات راسها شويه صافي. كتبقى غادي وضروري ما نتاكد انني خصني نغطي الجناب. تنحاولوا نغطيوهم مزيان باش ما تخرجش منهم الكريمه، ونقادوا للوجه ديالها. ما تنضغطوش مزيان بحال الطبقه الاولى اللي كنا ضغطنا عليها، لان ضغطنا بزاف غادي تخرج لينا الكريمه من الجناب. تنحاولوا نضغطوا غير بشويه يعني تنقادوها وبلا بلا ما نخرجوا الكريمه. صافي تيكون عندي الفران سخون يعني ماشي تيسخن، تسخنو على 350. تندخلها يعني خص دائما الفران يكون متوسط، وتنخليها كطيب وهي كتحمر حتى كتاخذ اللون اللي بغينا. كما تشوفوا هي ملي تتحمر مزيان تيبان لك الجناب ديالها بحال باعدو على القالب، تما كتعرفها راه تحمرات. كتشعلي ليها الفوق تاخذ اللون من الفوق صافي، وتخرجيها من الفران. تنقلبها وهي مازال سخونه كما تشوفوا معايا. تتاخذ شويه د الوقت في الفران، لان تتبغي الفران على بوطه مهيله باش تاخذ اللون بشويه عليها وما تخطفش. وهي كما تشوفوا معايا تتكون محمره، اللون ديالها مذهب. صافي تنسقيها بالقطر اللي عندي دافي كيكون ماشي بارد، وتنحاول نسقيها كامله. وتندير خصوصا في الجناب يعني كميه كبيره تكون في الجناب باش تتهبط وتفزق ليا حتى من التحت، يعني من الطبقه التحتانيه باش يوصل لها القطر، لان ديك الكريمه اللي في الوسط كتكون حاجز ما بين الطبقه الاولى والطبقه الثانيه.
تنحاول ندير القطر مزيان في الجناب باش غادي يهبط ليا ويفزك حتى الطبقه اللي تتكون من تحت. بالنسبه للتزيين انا زينتها بالفستق، تزيين اختياري، ولكن الصراحه معروفه الكنافه تمشي مع الفستق، تجي تعطي اللون ولا المذاق حتى هو زوين بزاف. انا درت هكا خطيطات نزينوها كيف ما بغينا. وهكا تتكون الكنافه ديالنا واجده. الصراحه تجي لذيذه بزاف، سهله، مكونات بسيطه، ما فيهاش مكونات كثيره، طريقه الطيب ديالها سهله ماهله ومبسطه. وغادي نقطع معكم طريف ديال الكنافه، تشوفوا كيفاش كتجي القشطه من داخل، تجي الصراحه زوينه بزاف. واخا ما فيهاش السكر راه تجي حلوه، لان هذاك القطر اللي سقينا من فوق وهذاك شويه ديال السكر اللي درت لداخل، سكر ثقيل مع العجين ديال الكنافه من الاول، يعني تجي هي هذيك في الحلاوه ديالها، تجي يعني ديك القشطه من داخل رطبه فتيه، ديك التقرميشه من الفوق ديال العجين ديال الكنافه، صراحه تجي واحد المذاق زوين بزاف. نتمنى ان شاء الله نتوما تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ما تعكزوش على الكنافه، راها سهله وتجي لذيذه بزاف، ونصيبوها في الدار احسن ما نشريوها جاهزه. وان شاء الله تجربوها نتوما وتنال الاعجاب ديالكم، ومع فيديو جديد وصفه جديده، في امان الله.